احنا عندنا مشكلة كبيرة أوي بتواجهنا خاصة كشباب. بتواجهنا مشكلة التكاسل في الصلاة. نبقى عندنا كسل مش قادرين نقوم نأدي الصلاة، ونتفاجئ إن علينا وقت واتنين وتلاتة وأربعة ويوم ويومين. طب التكاسل ده بيجي من إيه؟ التكاسل ده بيجي من حالتين. الحاجة الأولى وهي مسألة التسويف، إنك دايما تقول هبقى أعمل هبقى أصلي لما الماتش يخلص هبقى أقوم. ودي حلها سهل جدا، ببساطة شديدة أول ما تسمع الأذان تسيب كل اللي في إيدك تقوم تتوضى وتصلي على طول. طب والحاجة التانية؟ هتلاقي التكاسل في الصلاة دوت نتيجة نفاق دخل جوه القلب، يا إما بتوعد وبتخلف، أو أكل من مال حرام، أو إنك تكثر من الأكل والشرب وتسرف فيهم. ودي الأسباب اللي بتبعدك عن الصلاة، والأسباب دي خطيرة جدا. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعتبر إن أنت كده ضيعت الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وأضاعوا هنا معناها أخروها عن وقتها. تقول شوية وهصلي، كمان شوية وهقوم. أضاعوا مش تركوها، إنما أخروها. فتأخير الصلاة أصبح بالنسبة لينا إضاعة للصلاة خالص. طيب اللي بيضيعوا الصلاة بيروحوا فين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيوديهم فين؟ كمل كده معايا الآية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسوف يلقون غيا. طب إيه الغي ده؟ الغي ده وادي في جهنم. طب إيه الحل؟ ربنا سبحانه وتعالى برضه هو اللي رد عليه في كتابه الكريم وقال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. مطلوب منك تتوب، وإن أنت تقوم تصلي الوقت في وقته وتعمل عمل صالح وتكثر من الاستغفار. مطلوب منك إنك لما تتأخر في الصلاة تبقى عارف إن أنت عندك مشكلة. فالصلاة هي الترمومتر بتاع حياتك، يا إما معتدل أو مش معتدل. إيه رأيكم بقى؟ أول ما تسمعوا الأذان بعد كده هتعملوا إيه؟